فارق الحياة بالمستشفى العسكري بالرباط والساعة تشير إلى 6:30 صباحا. الراحل محمد البسطاوي غادر إلى دار البقاء بعد معاناة مريرة مع المرض. زملاؤه أصدقاؤه ومحبوه الكل كان حاضرا، ولا أحد منهم استوعب خبر رحيله. البسطاوي الفنان تعرفوا كاع المغاربه، ما يمكنليش انا نتكلم عليه، تعرفوا كاع المغاربه. الانسان اش غنقول لك، هو خونا صاحبنا بكل بساطه. ذاك راه محمد البسطاوي اللي مات. يمكنش نقول شي حاجه اخرى اللي كثر، اللي كان قريب لينا بزاف، لا في الخدمه فاش نكونوا في الخدمه لا خارج الخدمه. هذاك محمد البسطاوي اللي مات. من الممثلين الكبار اللي الان حنا كنضيعوا فيهم واللي ضعنا فيهم بكل صدق. فارقونا مجموعه من العظماء في هذه البلاد هذه. سي محمد كان واحد منهم، مخلص في عمله، عنده روح طيبه، عنده الصله وطيده بمسؤوليه ملقاة على عاتقه. عمر الراحل محمد البسطاوي 6 عقود، عاش أكثر من نصفها يبسط الأدوار الاحترافية على الساحة الفنية في المسرح كما السينما والتلفزيون. عرف عليه الحب والتفاني في التمثيل، فكان خير ممثل للفن المغربي. سي محمد البسطاوي فنان كبير وافتقدناه، وهذه فاجعه هذا النهار هذا، افتقدته الأسرة الفنية والشعب المغربي. الله يرحمه، صديق، فنان كبير وعطى الكثير للسينما المغربية. انا كان خويا الكبير كنقول له الله يرحمك السي محمد، الانسان مات ولكن الفنان غادي يبقى عايش، لان السي محمد البسطاوي كان كيمثل الادوار ديالو بواحد النفحه مغربيه قحه، ولكن كيعطيها واحد الافق عالمي انساني. فنان شامل، موسيقي، مغني، كيكتب الكلمات. يعني اش غنقول لك، المغرب اليوم فقد واحد الفنان كبير. من عاشروه فنيا وإنسانيا لم تسعفهم الكلمات التي تفي الراحل حقه وهم في لحظات وداعه الأخيرة. عزاؤنا واحد، عزاؤنا للأسرة الكبيرة، الأسرة الفنية والمغاربة كاملين في هذا الفنان الكبير السي بسطاوي الله يرحمه، اللي كان إنسان وفنان عطى الكثير للدراما المغربية والفن المغربي. اليوم كنفقدوا واحد من المعلمين والاساتذه ديال التمثيل في هذا الوطن العزيز. اليوم المصاب جلال في الحقيقه ما تقدرش تهضر على الشخص ديال سيدي محمد البسطاوي، لان كل واحد منا كيحمل ذكريات، كل واحد منا خدا دروس من عند الراحل. الفنان الراحل محمد البسطاوي سيوارى الثرى بعد صلاة العصر بمقبرة الشهداء بالرباط.